مرحبا متابعيني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وطبقنا لليوم السبانخ باللحمة. بتمنى الوصفة تعجبكم. خلينا نشوف المكونات وننتقل لطريقة التحضير. اول شي عندي هون انا عندي السبانخ فارمتها وغسلتها ومنشفتها كتير منيح. الوزن 500 جرام، نص كيلو السبانخ. طبعا انتوا اذا حبيتوا تعملوا الكمية اكبر بتضاعفوا المقادير والمكونات. هدول نص كيلو سبانخ. عندي هون لحمة كبابة ناعمة، لحمة بقر مدهنة، لحمة مدهنة تقريبا الوزن بين 250 جرام ل 300 جرام، ربع كيلو. نحتاج لفنجان زيت النباتي. عندي هون 6-7 حبات توم، طبعا كمية التوم حسب رغبتكم. عندي هون معلقة أكل صغيرة كزبرة ناعمة، ومعلقة أكل صغيرة فلفل أسود بهار، ونحتاج لرشة ملح. هدول هن مكونات الوصفة. خلينا ننتقل لطريقة التحضير. صبايا بأول مرحلة نحن رح نحط الطنجرة على النار. أول شي رح نحمس اللحمة. رح شغل الغاز بس لحتى يحمى شوي عندي. وهلا بعد ما حمي شوي أنا رح فضي اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحمسوها للحمة لحتى يتغير لونها، تقريبا نص تقلاية. متابعيني، وهلا بعد ما حمسنا اللحمة هيك صارت عندي بهذا الشكل. أنا رح بلش ضيف التوابل. عندي هون الثوم أنا دقيته. طبعا أنا ما حطيت له ملح، بالأخير رح أحط شوية ملح. بنحط الفلفل الأسود والثوم، ورح أضيف الكزبرة الناعمة. انتوا إذا حبيتوا تحطوا فلفلة حمرا ناعمة، طبعا هذا كله حسب رغبتكم. بتحمسون شوي، بتقلون منيح مع بعض. وهلا رح أضيف الزيت النباتي. انتوا إذا حبيتوا تحطوا له السمنة كمان بيمشي الحال، بس طبعا بالزيت النباتي أخف. رح رش لها رشة ملح. طبعا أنا ما حطيت بالثوم ملح، دقيته بدون ملح. رح أضيف شوية ملح. ورح بلش نزل السبانخ على دفعات شوي شوي لحتى تدبل معنا. بتضيفوا هيك شوي شوي بتبلشوا تقلبوهم، وبس ليتبلوا شوي بترجعوا بتضيفوا الكمية الباقية. طبعا أنا رح أعمل جنبها رز أبيض، ورح نزلكم فيديو الرز بوصفة تانية بفيديو تاني. رح أفضي كل الكمية. نشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. متابعيني، وهلا هيك بعد ما فضينا كمية السبانخ كلها نزلناها على اللحمة. بتقلبوها شوي، وحاولوا انه ما تتركوها وقت طويل لحتى ما تصير لونها على صفار. خلي يضل هيك لونها اخضر. في عالم بتعمل لها سلقة بعدين بتطبخها، بس انا ما بفضل هالشي. بيروح الحديد كله هيك اطيب، والطعمة كلها بتضل فيها، ولونها بيضل هيك اخضر بجنن. طبعا السبانخ لها عدة طرق، بس انا هاي طريقتي. بتتركوا شغلة 10 دقايق وبتطفوا تحتها. وهلا هيك صارت الوصفة عنا جاهزة. شايفين شكلها ولونها ما أحلى، ضلت محافظة على لونها. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلوبكم. رمضان كريم. لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.